طلعنا بقى الطاجن المفتخر ده. وما ينفعش ورقه اللحمه دي من غير طاجن رز معمر كده يكون ملهلب وغرقان في السمنه. طاجن الفخار قشطه بلدي، هدهن بيها الطاجن كله. نزل الرز المنقوع نص ساعه على الاقل. ملح، سكر، ريحتها خطيره. معلقه سمنه بلدي كبيره يعني ونص كده. مش وصفه دايت، محدش يكلمني على السمنه. هقلب كده الرز بالسمنه والقشطه واللبن. اخر حاجه هحط قشطه كده على الوش. بس خلاص خلصنا كده طاجن الرز المعمر. دلوقتي انا هدخله الفرن، هشغل عليه الشوايه من فوق ده، وطبقه القشطه دي هتسيح يحمر وياخد اللون اللي كلنا بنحبه وبنحب ناكله من فوق ده. مطفيه الشوايه ومشغله الفرن. يلا بينا. بصل متقطع شرايح، ملح، فلفل، كبابه صيني، بابريكا، بودره ثوم. ادعك بقى البصله مع التوابل وهحط شويه ورشسترشاير صوص، شويه زيت. ريحتها خطيره. البصله انا بدبلها بالتوابل. طلع الميه اللي فيها. بصل وفلفل وطماطم متقطعين شرايح هحطهم على البصل. احط قرن الفلفل الجبار ده. تقليبه خفيفه للخضار بس مع البصل كده زي الفل. ورقه فويل وورق زبده. اخد من الخضار بعد ما فرشت الخضار كده هحط عليه شرايح اللحمه. احط طبقه تانية من الخضار. هتطلع بتدوب، مش هسيب ولا نقطه. احط بقى ايه حتتين زبده كده. قفل بقى على العظمه دي. لفه هدايا فويل. طبعا انتوا عارفين دي هتروح فين. طلعت من الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف بقى تسوية اللحمة. ده زبدة زبدة. بسم الله. بتدوب، خطيرة. طلعنا بقى الطاجن المفتخر ده. وما ينفعش ورقة اللحمة دي من غير طاجن رز معمر كده يكون ملهلب وغرقان في السمنة. بصوا بقى شكله من جوه عامل ازاي. الرز مفلفل. سخن طبعا جدا. كريمه يا حاجه كريمه. احنا ممكن نجيب حته قشطه نحطها فوق كده. ايه انا بس كفايه قشطه كده. ناخد ايه حته كمان. بوم بوم بوم.